يا صباح العشم في الله. الفيديو اللي فات هو إحنا كبرنا والّا إيه؟ لقيت ناس كتير أوي علّقت إنها عندها نفس الإحساس بالضبط بتاعي، وبعدين اكتشفت إنه يعني لو قُلنا مثلًا جه 10 تعليقات، ففي منهم 9 حاسين نفس بالضبط الإحساس بتاعي، اللي هو إحنا ما كبرناش، مش حاسين إن إحنا كبرنا، و تعليق واحد بس اللي غير، لأ أنا حاسس أو أنا حاسة إن أنا كبرت. عايزة أقول لكم إن أنا يعني اندهشت من كتر إن أنا كنت خايفة أصلًا أبقى لوحدي، يعني أنا كنت حاسة إن أنا ممكن أبقى لوحدي اللي حاسة الإحساس ده، ما هو مش طبيعي يعني، أنا ليه حاسة إن أنا صغيرة؟ اكتشفت إن تقريبًا جيل التمانينات كله وأواخر السبعينات كمان عندهم نفس الإحساس، وحاسين إن إحنا لسه صغيرين. قعدت أدوّر كده وأبحث، وسألت حد متخصص يعني في علم النفس، لأحسن تكون مشكلة والّا حاجة، لا نكون كلنا عندنا مشكلة. الدكتور اللي سألتها دي قالت لي حاجة طمنتني أوي، اتطمنوا يا جماعة إحنا تمام. إحنا متصالحين مع الطفل اللي جوانا، الinner child. بُص كل واحد جواه طفل، في ناس مخاصمة الطفل ده، م مش بتعمل له أي حاجة، وفي ناس متصالحة معاه وعايشة معاه، وبتحاول إنها تبسطه وتسعده كل فترة كده. فغالبًا إحنا الناس اللي حاسة إنها ما كبرتش يعني، إحنا متصالحين بقى مع الinner child ده، مع الطفل اللي جوانا ده، وبنتعامل ناس يعني على حسب بقى كل واحد، يعني في ناس بتتعامل طول الوقت بالشخصية دي، في ناس بتفتكره شوية فبتدلّعه حبّة علشان يعني يفضل مبسوط وكويس ومرضي، عشان هي طبعًا في الآخر تفضل كويسة ومبسوطة. فإحنا تمام، الحمد لله إحنا زي الفل. يعني أنا اتبسطت أوي إني لقيت ناس كتير زيي، واتبسطت إن دي حاجة صحية نفسيًا، مش حاجة غلط أو حاجة يعني مُضرة أو حاجة ممكن تسبب لنا أزمات، إلا إذا حد كان قاصد إن هو يهرب بشكلٍ ما من الواقع اللي هو عايشه، فبيعيش في الذكريات، دي حاجة تانية. حضرت أنا قريب women circle، حاجة كده، مجموعة من الستات بيقعدوا مع بعض، كانت كان موضوعها عن الstress، الضغط اللي كلنا تقريبًا فيه يعني، وعرفت حاجات لطيفة عايزة أقول لكم عليها في اليوم ده يعني، أو في القعدة دي. أولًا بس عايزة أقول لكم على التعليق الواحد اللي هو ال1% اللي قال تعليق إن هو مش بيحس إنه صغير. هو قال حاجة مهمة أوي، قال كتر الضغط حسسني إن أنا كبرت زيادة أصلًا عن سني، كتر الضغط والهموم وبتاع. طيب خلّينا نتفق على حاجة، كل الناس عندها هموم، ما فيش واحد خالي من الهموم، ما فيش. أيًا كان بقى الهَم ده ممكن يكون بالنسبة لك أنت دي حاجة بسيطة، لكن هو بالنسبة له حاجة كبيرة. برضه إحنا كلنا بنفرق عن بعض في قوة تحمُّلنا. ربنا لمّا بيبتلي شخص بيدّي له القدرة على تحمُّل هذا الابتلاء، أو إن هو يقدر يتخطاه، ده أكيد، ده أكيد. أنا ليّا صديقات وأصدقاء عندهم مشاكل، أنا لمّا باسمعها باحس إن أنا مش هاقدر أستحملها، بالنسبة لهم المشاكل اللي عندي هم ما يقدروش يستحملوها. سبحان الله، كل واحد يعني على قد الشيلة عندنا كتف يشيل، بالضبط كده. فربنا لمّا بيبعت الابتلاء بيبعت معاه الصبر والقوة والتحمُّل. فكلنا عندنا هموم يا جماعة، ما فيش حد ما عندوش هَم. آمم، خلّيني يعني أدخل لكم أكتر في يعني في اللي حصل لي أنا مثلًا نَفْسي. أكيد في منكم كتير عارفين يعني، وفي برضه ناس مش عارفة. أنا السنة اللي فاتت عملت عملية في المُخ، عملية في المُخ، حاجة كبيرة. بسبب إيه؟ بسبب ضغط. هو غالبًا في مشكلة، ساعتها أنا كتبت post حتى لإني كنت يعني بعد ما ربنا الحمد لله نجّاني وقُمت بالسلامة بعد العملية، حاولت يعني قعدت أفكّر إن أنا لازم أغيّر طريقة حياتي، أنا لازم أغيّر آآ أبُص للأمور بشكل مختلف شوية، ما ابقاش ضاغطة على نفسي وأنا مش حاسة على فكرة، وهو ده الخطر الحقيقي، إنه الإنسان ممكن يفضل يتضغط ويتعامل إن ده الطبيعي، يتعامل إنه عادي، ما هو الحياة ما هي دي حياة، ما هو أنا لازم أفضل أشيل، 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 ما بيفكّرش أصلًا في اللي هو شايله. أنا متأكدة إن في كتير جدًا بقى زيي، وأنا أكيد الكتير اللي زي دول مش عايزاهم يوصلوا لمرحلة إن هم يعملوا عملية في المخ، ولا يعملوا أي عمليات، ولا أصلًا ده يأثّر على جسمهم، لإنها حاجة صعبة. يعني الضغط أو الشيلة لمّا بتكون تقيلة، ساعات الإنسان يعني كطريقة defense، ك ك ك كحماية للجسم أو للنفسية،
الوجع الجسماني يعني لما بيحصل ليه؟ لو ملوش سبب، يعني قصدي طبي اللي هو البرد والحاجات دي، كل حاجه ليها اسباب. بس قصدي فكره الضغط دي لما بتبقى بتنقلب بقى، بتكبر لدرجه انها بتاثر على حاجه في اعضاء جسمك، يبقى انت شايل كتير قوي قوي قوي. فعشان ما تنغمسش، بص انا كلامي ملعبك شويه النهارده، بس معلش يعني ان انا بجد عايزه اتكلم معاكم في الموضوع ده، لانه يعني اذا كنت اتعلمت حاجه، اي حد اذا كان اتعلم حاجه وعنده فرصه انه يوصلها للناس، انا شايفه انه لازم يعمل كده. فلما يبقى وجعك النفسي كبير، جسمك بشكل دفاعي كده ممكن يحوله على وجع جسماني عشان ما تحسش قوي بوجع النفسي. هي قصه كده معقده في تركيبه النفس البشريه يعني. المهم يعني انا قلت لازم ابص للامور بشكل مختلف، ما ينفعش اخد الحاجات كده على اعصابي. وانا عارفه ان في كتير بياخدوا الحاجات على اعصابهم، اي حاجه، خصوصا الامهات. الستات بجد شايله كتير. والام بقى هي بتتعامل طول الوقت مع اولادها ان هم الاولويه. طبعا هم الاولويه، يعني اي ام لازم اولويتها هتلاقوها اولادها. طيب انت يا ست الكل، الكلام ده طبعا انا قلته لنفسي قبل ما اقوله هنا في الفيديو، علشان ولادك الاولويه مش لازم تعيشي لهم؟ مش لازم تكوني انت بخير عشان هم يبقوا بخير؟ مش لازم تكوني انت مرتاحه عشان هم يبقوا مرتاحين؟ مش لازم كده؟ انت لو مش مرتاحه هتريحيهم ازاي؟ هتعملي ايه بقى؟ هتعملي زي ما انا مثلا كنت بعمل، مثلا ان انا بنسى نفسي. يعني انا ممكن اتعب، اكح، ابرد، مش عارف ايه، لا برضو لا، لازم اقوم اوديهم اوصلهم المدرسه وارجع بعد كده مش عارف اعمل ايه، وبعدين عشان اروح الحق اروح ارجع اجيبهم، وعشان في تمارين انا متاخده في دوامه ان انا بعمل الحاجات اللي تخص الولاد. طب انا فين؟ ما هو انا لما فضلت متاخده في الدوامه دي، طبعا مع الولاد نفسهم مش بيسببوا لي ضغط، لكن في حاجات حواليا كتير بتسبب لي ضغط. الحاجات دي انا باخدها اروح رمياها، برميها بقى جوه خلاص. ما يعني مش وقتك، ولادي اهم دلوقتي، انا عايزه افكر في ايه، التمرين ما نتاخرش عليه، والمدرسه والطابور واللبس مش عارف بتاع ايه، والدرس الفلاني. يعني قصدي ان انا الحاجات لما بتجيلنا يا اما ما ناخدهاش، يعني لما يجي علينا كده حمل ولا هم مش بتاعنا، قصدي يعني يا اما ما ناخدهوش من الاول، وده افضل حاجه طالما ما يخصناش، يا اما نتعامل معاه بقى وقتي. لكن فكره ان احنا نخزنه جوانا ده، هنفضل نشيل حاجات من غير ما ناخد بالنا، اصلا. فنيجي بقى فجأة نلاقي حصل لنا دروب في حاجة في جسمنا فجأة. أنا عايزة أقول لكم إن أنا العملية دي أنا ما كنتش حاسة بأي وجع. والله يا جماعة أنا اكتشفت بالصدفة وبحاجة بعيد جدا. فلما سألت ومش عارف إيه، ولولا اهتمام أبويا وأمي وإن هم يعني قالوا لي طب نسأل دكتور، طب مش عارف إيه، أنا ما كنتش اهتميت، وجايز دلوقتي كنت ما بقاش موجودة أصلا. لأن الحقيقة إن بعد ما عملت العملية الدكتور قال لي الحمد لله إن عملناها. قالها لي يعني بطريقة تعرفني إن أنا كان عندي حاجة خطيرة، وكان ممكن لو زادت عن كده شكرا. فليه ليه نعمل كده بقى في نفسنا؟ وقلت انا لازم ابص بقى على الحاجات بطريقه مختلفه، احاول اهدى مبدئيا، احاول اهدى، لانه الضغط بيجيب عصبيه، ده طبيعي جدا، والحياه مش سهله، والامهات بتشيل كتير. فخلونا نحاول بقى نرضي بقى الطفل اللي جوانا ده، نتبسط. لما رحت بقى الومن سيركل اللي انا بقول لكم عليها دي، قالوا حاجه لطيفه جدا وعايزه اقولها لكم، وخلونا بقى نعملها مع بعض. كل واحد فينا عنده حاجات بيحبها، حاجات بيحب يعملها، حاجات بتخرجه من المود. كلنا لو دورنا هنلاقي ان في عندنا لازم، ومش حاجه واحده، حاجات كتير. اليوم ده لما قعدنا اتكلمنا احنا الستات اللي موجوده، كل واحده قالت مثلا 3 4 حاجات ممكن يطلعوها من المود، لو لقيت نفسها مضغوطه او مخنوقه او متضايقه، عندها حاجه تقدر تعملها. وفي حاجات منهم نقدر نعملها حالا اهو دلوقتي، يعني مش محتاجه مثلا صرف ولا فلوس ولا سفر ولا بتاع. السفر ممكن يبسط ناس كتير مننا، بس مش حاجه سهله نعملها دلوقتي يلا بينا. لا مفيش الكلام ده بنقعد نرتب له شويه حلوين مثلا. لكن نقدر نعمل حاجات كتير قوي حالا تخرجنا من المود. كل بقى حد فيكم راجل او ست عنده نفس الاحساس وهذا الضغط، يقعد كده شويه يفصل مبدئيا، ويقعد شويه كده يفكر هي ايه الحاجات اللي بتبسطني، ايه الحاجات اللي ممكن اعملها تطلعني من اي ضيق. هتلاقوا حاجات كتيره جدا. اعتبر كان انت عندك صندوق قدامك، او عندك صندوق قدامك، وحطي فيه كل الحاجات اللي انت عارفه انها ممكن تخليكي مبسوط او تخليك مبسوط. فخلونا نخلي الصندوق ده عندنا كده وقت الازمات، نطلعه بقى ونشوف ايه الحاجات اللي جواه. هقول لكم على حاجه، اعملوا، اكتبوها، بلاش تتخيل، اكتبوها. في حاجه اسمها ويش ليست، قائمه الامنيات.
دي المفروض ان كل واحد عنده ويش ليست، بس يعني مش شرط يكون كاتبها. كل واحد عنده حاجات تبسطه، حاجات بيتمنى يعملها، نفسه يعملها، آه، نفسه يجربها، نفسه يشوفها، حاجات قائمه امنيات نفسه يحققها. ما تيجوا كل واحد فينا يكتب قائمه الامنيات بتاعته، هتلاقوا منها حاجات تقدروا تحققوها وحاجات ممكن تبقى مستحيله، يعني في الجنه مثلا اشوف سن النبي مثلا، فده مش هيحصل دلوقتي، بس ممكن يحصل بعد كده مثلا، يعني انا بقول لكم امثله. طيب، فخلونا نشوف كل واحد عنده قائمه امنيات. انا مثلا نفسي حاجات كتير، والله انا نفسي حاجات كتير، وبدات فعليا ان انا اطلع الحاجات بقى عشان ايه، اشوف ايه اللي هينفع اعمله دلوقتي منها، احس ان انا مبسوطه وان انا حققت حاجه من الحاجات اللي انا كان نفسي اعملها من زمان. دي على فكره من طفولتنا في حاجات، يعني انا مثلا نفسي اعرف اركب عجل. انا ما اتعلمتش اركب عجل وانا صغيره، يعني ما عرفتش اركب عجل وانا صغيره. طب على فكره اتس نيفر تو ليت، ودايما بقى خلونا نقول كده نفسنا اتس نيفر تو ليت، عمر الوقت ما كان متاخر. اي حاجه تقدر تعملها دلوقتي. كان نفسي مثلا اتعلم جيتار، كان نفسي اعرف اتعلم طبلة، كان نفسي اعرف ارسم. حتى ده يعني هو موهبة، لكن تقدر تتعلمه كمان لو نفسك فيه، هيبقى عندك الشغف فهتقدر تتعلمه. كان نفسي اي حاجة، اي حاجة نفسك فيها تقدر تعملها. طيب، قائمة الامنيات دي حاجة مهمة جدا على فكرة. يعني انا حسيت باهميتها لما بدأت دلوقتي اعمل حاجات كان نفسي فيها من 30 سنة او من 20 سنة. بدأت أعمل حاجات من اللي كان نفسي فيها من زمان، فحسيت إن أنا مبسوطة، حسيت إن أنا الله ده أنا وحسيت إن أنا باحقق على فكرة. بما إننا كده داخلين على سنة جديدة، آآ مش ساعات كده بنقعد مع نفسنا نقول عملنا إيه السنة اللي فاتت، طب نفسنا نعمل إيه السنة الجاية؟ طب ما تيجوا نعمل كده، هتبسطنا جدًا والله، هتحسوا بفرق كبير جدًا لو بدأتوا حاجة واحدة، خدتوا خطوة تجاه حاجة واحدة من اللي أنتم نفسكم تعملوها. هي قائمة الأمنيات دي ممكن جدًا تلاقوا فيها حاجات مشتركة مع الحاجات اللي ممكن تبسطنا، اللي كنت باقول لكم عليها دي. ساعتها لما كنا في الwomen circle دي انا قلت ايه، آم، قلت بحب احضر حفله، بحب اروح سينما، بحب اشوف فريندز. معرفش مين فيكم بيحب فريندز كده زيي، ده مسلسل يعني سيت كوم، بحبهم جدا جدا دول، يعني باك جراوند اصلا حياتي من وانا في الجامعه، من قبل الجامعه، لا من وانا في المدرسه الحقيقه. فبحبهم دول جدا مثلا. ولو شفتهم وانا متضايقه اتبسط، مع اني حافظه كل افيهاتهم وكل الحلقات وكل الحاجات. وحاجات كده طبعا، في حاجات كتير برضو زي فرنانيلي وشريهان مثلا بتبسطني لما لما ابقى متضايقه ممكن افتحها. فيلم ابيض واسود، من الافلام الرايقه دي. فكره الروقان عموما، اصل احنا دلوقتي الدنيا ما بقتش رايقه يا جماعه. هي المشكله ان الدنيا دلوقتي ما بقتش رايقه، فقليل لما تلاقي حاجه، لما بلاقي حاجه رايقه بمسك فيها بقى بتبسط ان في حاجه كده ايه، هاديه، لا فيها بقى صراعات ولا مؤامرات ولا الحاجات اللي بنشوفها في المسلسلات كتير جدا دي. يعني انا لا، ما بحبش، بحب الحاجات الرايقه. فهو لو كده هنرجع برضو للابيض واسود، هنلاقي حاجات حلوه كتير ورايقه. هتوضى مثلا، الوضوء ما اعرفش، هو في سحر غريب يعني، بعيدا عن انك تتوضى وتصلي، الوضوء بس في حاجه سبحان الله، بس يعني لما يتعمل كده بضمير يعني، مش لو هو يلا خلص عشان ادخل اصلي، لا يعني ساعات بجد الواحد لو متضايق وجربوها ممكن يدخل يتوضى، لو مش وقت صلاه، لو ما عليهوش صلاه، لو اي حاجه ممكن طبعا بعدها يعني هيلاقي نفسه كده بيصلي ركعتين لله وبيحمد ربنا على الحاجات اللي عنده. ودي حاجه مهمه، فكروا الحاجات الحلوه اللي عندكم اصلا ايه. انا بقى دي اتعلمتها لما ابقى في وقت صعب وحاسه ان الدنيا مقفله ومخنوقه، بفكر في الحاجات الحلوه اللي ربنا اداها لي. يا على كم من نعمه اللي ربنا مديها للانسان. فكروا كده، من اول ان انت تقدر تتكلم، تقدر تتحرك، تقدر تتنفس. ما هو في ناس ما تعرفش تعمل ده، في ناس ما عندهاش النعمه دي. لو ربنا مبارك في عمر الناس اللي حواليك، عيلتك، اهلك، ابوك، امك، دول نعمه كبيره قوي. ربنا يا رب يبارك في عمر ابويا وامي يا رب. ان يبقى ليك صاحب، دي نعمه كبيره جدا، ودي يعني لازم هنتكلم عنها في مره من المرات. الصاحب اللي بجد، انا ربنا كرمني جدا، عندي نعم. ولادي ربنا يخليهم ويحميهم يا رب، عندي ولاد ربنا يبارك فيهم، نعمه كبيره جدا. فمهما كان المشاكل اللي بتتعرض لها، سيستم دماغك فجاه انها تفكر في الحاجه الحلوه بقى اللي عندك، فتحس قد ايه ده انا في بحر من النعم، ده انا الله، ده انا عايش، ده انا عندي حاجات حلوه كتيره قوي، الحمد لله يا رب. هتلاقي نفسك بدل ما تقول يا ربي ليه كده، وليه الخنقه دي، وليه الفلوس ما بتكفيش، وليه الدنيا بتجري، وليه كل الحاجات دي، لا تلاقي عندك ياه الحمد لله يا رب، ده انت مديني نعم كتيره جدا، الحمد لله. فتحمده بدل ما تبقى ايه، ناقم بقى ومتضايق من الحياه. والله في حاجات كتير جدا ممكن تطلعنا من الضغط اللي احنا فيه. خلونا نتصالح
مع الطفل اللي جوانا، وخلونا نشوف ايه الحاجات اللي احنا بنحبها ونكتبها، ايه الحاجات اللي ممكن تطلعنا من اي مود وحش ونكتبها، ولما نعوزها نلجأ لها بقى. تعالي لي بقى انا وقت لغايه لما دماغنا تستسلم لوحدها، انها لما تلاقي نفسها مضغوطه تفصل الضغط ده وتفكر في الحلو، في النعمه. وخلينا عارفين برضو انه في كل موقف وحش بنتعرض له في حياتنا في درس بنتعلمه في حياتنا، وما نعيش بقى بوجع الاحساس بتاع الموقف، لا نعيش بالدرس اللي هنتعلمه منه. انا عملت عمليه في المخ كبيره، طلعت منها، كان موقف صعب اهو تعرضت له وله اسباب، حاولت ان انا آ آ آ اشيل الاسباب دي من حياتي، ما اخليهاش موجوده. مش هفكر بنفس الطريقه، مش هاخد الامور على اعصابي، ههدى، هفكر في نفسي، هخلي نفسي اولويه. هم ولادي قبلي في كل حاجه، لازم اولويتي هي ولادي، بس هخلي نفسي اولويه. يعني عشان اقدر اساعدهم لازم اكون سعيده، عشان اقدر اساعدهم لازم اساعد نفسي. ما هو هساعدهم ازاي وانا ضعيفه؟ ما انا لازم اكون قويه. ده اللي كنت عايزه اتكلم معاكم فيه النهارده. قولوا لي او اكتبوا لي في التعليقات، انتوا بتعملوا ايه؟ تعرضتوا لايه؟ تغلبتوا عليه ازاي؟ خلونا نشجع بعض كده. والله عندي حاجات كتير عايزه اتكلم معاكم فيها، بس المرات الجايه بقى ان شاء الله. يا صباح العشم في الله على كل الطيبين.